طلاب الصف التاني الابتدائي، معادنا النهاردة مع أول درس في أول وحدة في المنهج الجديد بعنوان Let's get started. Lesson 1 أول درس بعنوان Classroom Greetings، يعني تحيات الفصل أو التحيات اللي بتبقى في الفصل. أول حاجة معانا Hi أو Hello بمعنى أهلا. Goodbye مع السلامة. Teacher بمعنى مدرس. Student بمعنى طالب. Desk بمعنى مكتب، والفرق بين desk و table إن الديسك فيه إدراج لكن التيبل مفيهاش إدراج. كلمة chair يعني كرسي. Other words كلمات أخرى I am بمعنى أنا. My name is بمعنى اسمي. What's your name؟ ما اسمك؟ Good morning صباح الخير. May I sit down؟ هل ممكن أن أقعد؟ School مدرسة. Kind طيب أو عطوف. At the end of the day يعني في نهاية اليوم. Say بمعنى يقول، و this is يعني هذا يكون. Verbs الأفعال. Teach يعني يعلم أو يدرس. Help يساعد. Sit on يعني يجلس على. Learn يعني يتعلم. بعد كده language notes الملاحظات اللغوية. كلمة hi أو hello بنرد بنفس الكلمة hi أو hello، وبرضو كلمة good morning بيكون نفس الرد good morning. أما بقى للوداع نقول مع السلامة بمعنى goodbye. Number 3 what's your name للسؤال عن الاسم. الرد بيكون I am وتقول اسمك أو my name وتقول اسمك. Example What's your name؟ I am أحمد or my name is أحمد. لما نيجي نقدم نفسنا بنقول Hello I am ونقول اسمنا، أو Hello my name is ونقول اسمنا. Number 5 لما نيجي نستأذن أو نطلب حاجة بشكل مؤدب هنقول May I sit down May I drink May I go out. أما رقم 6 This is للإشارة لحاجة أو شخص مفرد قريب. This is my teacher ده المدرس بتاعي. Greetings التحيات. Hello I am Ali. What's your name? Good morning Miss Amira. May I sit down? Goodbye. نقرأ بقى الجمل دي مع بعض. Number 1 Hello my name is Ahmed. أهلا اسمي أحمد. Number 2 I sit on a chair at school. يعني أنا بقعد على كرسي في الفصل. Number 3 My teacher is kind. المدرس بتاعي أو المدرسة بتاعتي عطوفة أو طيبة. She helps me learn. بتساعدني أتعلم. Number 4 At the end of the day I say goodbye. في نهاية اليوم بقول مع السلامة. Number 5 This is my teacher. دي المعلمة بتاعتي أو ده المعلم بتاعي لأن كلمة teacher تنفع للمذكر والمؤنث. She teaches me يعني هي بتعلمني. دلوقتي جه ميعادنا مع التدريبات الأكتيفيتيز. رقم 1 Number 1 الصورة اللي قدامنا يا ترى student ولا teacher؟ student. Number 2 table ولا chair؟ أكيد هتبقى chair. Number 3 teacher or desk؟ هنا desk. Number 4 goodbye ولا teacher؟ أكيد كلنا هنقول teacher. Number 2 write the missing letters.
يعني هنكتب الحروف الناقصة. هنا number 1 hello, number 2 desk, number 3 goodbye, number 4 school. السؤال التالت number 3 look and circle the correct word. يعني هنختار الكلمة الصح. في كلمة حروفها صح وفي كلمة حروفها متلخبطة أو زيادة حرف أو ناقصة حرف. هنا number 1 هنختار hello, number 2 chair, number 4 teacher. السؤال اللي بعد كده number 4 read and match. number 1 this is a desk هنوصلها طبعا بال B. number 2 that is a school دي مدرسة يبقى هنوصلها بletter C. number 3 he is a teacher. number 3 هنوصلها بletter A. number 4 hello I am Ali هنوصلها بletter D. بعد كده السؤال الخامس look, read and write. هنا مدينا 4 كلمات بس الكلمات مش فوق الصورة بتاعتها وفي كلمة غلط. number 1 chair يبقى هنوصلها بكلمة chair اللي في المستطيل الأصفر. number 2 teacher اللي في المستطيل الأخضر. وآخر حاجة hello يعني مرحبا أو أهلا في المستطيل الأحمر. number 6 choose the correct answer هنختار الإجابة الصح من A, B, C. number 1 عندنا هنا صورة desk يبقى C. number 2 عندنا صورة teacher C. رقم 3 عندنا صورة goodbye A. السؤال السابع read and complete اقرأ وأكمل. عندنا teacher chair goodbye. number 1 I sit on a هنا مدينا أول حرف C يبقى chair I sit on a chair at school. number 2 my teacher my teacher is kind she helps me learn. number 3 at the end of the day في نهاية اليوم I say أكيد goodbye. السؤال الثامن reorder the letters to make a word يعني هنرتب الحروف علشان نكون كلمة صحيحة. أول كلمة hello، تاني كلمة desk، تالت كلمة chair، وآخر كلمة teacher. استنونا في الفيديو الجاي مع الدرس التاني.